صباح الخير حبايب قلبي. وصفتنا اليوم مكفيين بوصفات صحية إن شاء الله. وصفة الكوكيز الصحي، كوكيز الشوفان غير شكل. شوفوا ما شاء الله، وكان طري وكريسبي بنفس الوقت، طعمته رهيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نجرب قطعة. بيقرش كمان. إذا كنتوا جداد على هالقناة لا تنسوا تشتركوا وتفعلوا جرس التنبيهات وتحطوا لي لايك على هالفيديو، ويلا نبلش بالوصفة. حبايب قلبي، هون انا عندي شوفان، حطيت كوبين من الشوفان. بدي اطحنهم على خلاط الكوكتيل. فيكن على مكنة المولينكس اللي بنفرم فيها البقدونس والبصل واللحمة. هلا بطحنهم ليصيروا عندي ناعمين. شوفوا هلا بعد ما انطحنوا حيكون فيهم شي هيك حبات من الشوفان. شفتوهم هلا ما بيأثر، نحن بدنا نخلهم وهيك نحن اصلا حنحط شوفان حب كمان مع هذا الكوكيز ان شاء الله. شوفوا حبايب قلبي، انا هون بعد ما نخلته وطحنت الشوفان حجيب جاط قدامكم اخد منهم كمية. هلا هون اول شي بدنا كوب من الشوفان الحب. شوفوا حبة كاملة، نحط اول كوب. ومن الشوفان اللي طحنته حاخد كمان منهم كوبين، يعني حيكون عندنا المجموع 3 اكواب. كوبين من الشوفان المطحون وكوب من الشوفان الحبة الكاملة. الكوب اللي بتبلشوا فيه بتعايروا فيه نفس الكوب اللي بتنهوا فيه. شفتوا كيف؟ هذا الكوب الثالث يكون عندنا 2 ناعم و1 حبة كاملة. وهلا هون حبايب قلبي بيلزمنا كوب الا ربع من السكر البني، معلقة صغيرة من القرفة. فيكم تستغنوا عنها، فيكم تحطوها بس بتعطي طعم كتير طيب. وفيكم تكتفوا بالفانيليا. براس المعلقة ملح، نص معلقة بيكنج باودر، حليب مجفف خالي الدسم. هلا بحط المكونات هدول الناشفين على جنب ونجيب لنخلط البيض. معي بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، فيكم تحطوا بيضة كمان بس كرمال نعطيها قيمة غذائية وصحية بنفس الوقت. نخلط البيض بعدين بنضيف له الفانيليا لحديت ما يعمل هيك رغوة على الوجه. هلا بحط فانيليا معلقة صغيرة، برجع بقلكم فانيليا ان كان سكر ولا بودرة ما بيأثر. بعدين بحط هون قهوة سريعة الذوبان معلقة صغيرة، بتعطي طعم كتير طيبة. إذا ما بتحبوا طعم القهوة فيكن، بس هي ما بتبين. نخلطهم هلا مع بعض. ربع الكوب بين زيت زيتون وزبدة، وفيكن تحطوا زيت نباتي وزبدة. أنا دوبت الزبدة على النار بعدين عيرتها بالكوب. نفس الكوب اللي بلشنا فيه الشوفان عملنا فيه خليط الزبدة والزيت. فيكن تحطوا زيت جوز الهند كمان بيصير. نجيب المكونات الجافة ناخذ هيك وبنحطهم فوق. معنا كوكيز غير شكل ان شاء الله. هلا بنضيف الخليط السائل وبنخلط. بنقلب فيهم ليصيروا عجينة. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلبي، انا هون انقطعت معي الكاميرا، ولكن انا رجعت حطيت نصف كوب من الشوفان المطحون اللي بقى معنا باول الفيديو كنكم ذاكرين. شوفوا لحتى نحصل على هالعجينة لميتها بايدي. شوفوا كيف بتتشكل، ما احلاها، بتجنن. هيك صار معنا عجينة كوكيز صحية ان شاء الله بمكونات بسيطة تنعمل بالبيت، سهلة وسريعة، ما بتاخد وقت ان شاء الله. خلينا نشوف كيف بدنا نحطها هلا بالصواني. فيكم هون بهالمرحلة تكوروها هيك بهالحجم او اكبر او مثل الحجم اللي انتم بتحبوه، وتحطوها باكياس نايلون تحفظوها بالثلاجة، باي ساعة ما بدكم بتطلعوها وبتحطوها بالفرن وبتخبزوها.
هلا انا شوفوا ليكم هون عندي شوكولا دارك اسود وعندي شوكولا زهر بطعم الفريز. حبيت حط لهم هالنوعين. فيكم انتوا تختاروا الشوكولا اللي انتوا بتحبوه، شوكولا كان على حليب، او اذا انتوا عاملين مثل ما قلت لكم ريجيم قاسي فيكم تحطوا بس شوكولا دارك اللي هو الاسود، وتاكدوا من نوعيته تكون جيده. هلا بضيفهم فوق المكونات وبخلطهم. شوفوا حبايب قلبي، بعد ما انا حطيت لهم الشوكولا قلت انا عندي جوز البيكان. فيكم تحطوا جوز عادي، فيكم تحطوا لوز، فيكم تحطوا بندق، فيكم ما تحطوا شي نهائيا، لا شوكولا ولا مكسرات. فيكم تكتفوا بس بالشوفان وطعم الزبده والسكر. فقلت ليش ما بدلل زوجي وبحط له اذا كان موجود عندي هالشي بقلب الكوكيز. وعن جد هي انا مجربتها قبل هلا، بتعطي قرشه بقلب الكوكيز طعمه غير شكل. نقطعهم هيك. فيكم تحطوا جوز الهند كمان بيعطي طعمه طيبه. فيكم تحطوا زبيب اشقر، زبيب اسود، فيكم تحطوا توت مجفف، فواكه مجففه اللي انتم بتحبوه. هون حميت الفرن على درجة حرارة 180 قبل ب10 دقايق، وببلش هلا بشكل حبات الكوكيز. خلونا بعض هيك عن بعض كرمال بس يفلشوا بالفرن ما يلزقوا ببعض. هلا باخدها على الفرن على درجة حرارة 180، بحطها بالرف الوسطاني. هيدي الصينية الثانية ما شاء الله. حبايب قلبي هلا بعد ما زينتهم هيك بالشوكولا هدخلهم على الفرن على درجة حرارة مثل ما قلت لكم 180. ما بياخدوا شي 10-12 دقيقة وبيخلصوا ان شاء الله وبنقدمهم. هلا لنعمل رغوة للنسكافيه بدنا معلقتين من النسكافيه وحبيبات، معلقة من السكر البني، ومعلقة من المي العادية. بالمضرب اليدوي او بالمضرب الكهربائي، او فيكم تحطوه كمان بالخلاط، او اذا عندكم خفات النسكافيه كمان. هلا الكوكيز انا عندي اخذت هون عندي 13 دقيقة. وقفت المضرب بس كرمال لكم هيك، وحطيتها بالرف الفوق بالشوية اللي على فوق تحت الشوية بشوي، بس رح تاخد لون ذهبي شوي هيك خفيف. هلا بنخفق هيك لحديت ما يطلع لنا رغوة. شفتوا حبايب قلبي لك كيف الرغوة كيف صارت عندي؟ هسه بدي اخفقها شوي وبخلص. شوفوا حبايب قلبي خفقناها، شفتوا كيف قوامها؟ نقلبها هيك ما بينزل منها اي شي، والطعمة بتجنن. هلا شوفوا حبايب قلبي بعد ما طلعتها من الفرن بتجنن، وريحتها بتشق القلب، وعافة بقلب الأوضة كلياتها. شوفوا ما شاء الله كان بجنينه. كوكيز غير شكل، صحي، ينفع للدايت، وكمان فينا نطعميه للولاد، نعرف انه عم ياكلوا شي صحي. حبايب قلبي لكن بنعمل القهوة ونرجع ان شاء الله انا وياكم بنكمل الفيديو. بشوية من الشوكولا المذوبة، شوفوا هيك بشكل عشوائي يطلع لنا غير شكل ان شاء الله. معي من الشوكولا المذوب كمان نزين فيه شوية حبات الكوكيز بقلبي. بعدين هون حطيت حليب مبرد
قطعتين من التلج. وهلا بجيب الكابتشينو اللي نحن عملناه قبل، بحطه فوق الحليب. والله العظيم يعني كوكيز شوفان مع هالوصفة، كوكيز الشوفان. اتمنى الوصفات اللي عم اقدم لكم اياها تعجبكم كتير حبايب قلبي. كوكيز بالشوفان غير شكل. بتجنن. كتير طيب ما شاء الله، كوكيز كتير طيب.